الصحابي الذي حاول أن يقتل شخص قال في آخر كلمة له لا إله إلا الله، وقال له أنه من الكفار. فسأله سيدنا محمد: وهل شققت على قلبه؟ هل علمت ما في قلبه؟ هل هو أسلم أم لا؟ فحينما أن تقول قولك بلا إله إلا الله، هذا الذكر وهو أعظم ذكر الله عز وجل، هذه الكلمة تخرج من الفم مثل النور ثم تصعد إلى السماء الأولى، فيتساءل ملائكة السماء الأولى: من الذي قال هذا الذكر؟ فيقولون الملائكة أن فلان ابن فلان هو الذي قال هذا الذكر، فيغفر له ويرحمه ويطلب له الرحمة. ثم تصعد إلى السماء الثانية، فيتساءل ملائكة وسكان السماء الثانية، وتدعى دجانة اسم السماء الثانية، فيقولون: من الذي قال هذا الذكر وهذا النور؟ فيقولون فلان ابن فلان هو الذي قال لا إله إلا الله، فيدعو له ويستغفر الله عز وجل له. ثم السماء الثالثة فالرابعة فالخامسة فالسادسة فالسابعة حتى تصل تحت عرش الرحمن وهي تهتز، فينظر المولى عز وجل لها وهي تهتز، فيقول لها استقري وهي تهتز، فتقول: وعزتك وجلالك يا رب لن أستقر إلا وأن تغفر للذي قال لي. فينظر المولى عز وجل لقول لا إله إلا الله، فيقول: أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت له. من قال لا إله إلا الله فما أدرك من يصلي ويركع لله رب العالمين. أيا كان، أنا ولا أنت لا نستطيع أن نحكم عليه، الله هو المطلع عليه،